ايه اكتر سؤال هتبقي فاكراه؟ اربط المعلومات اللي انت بتذاكرها، وده مهم قوي قوي قوي، بقصه، بالوان، بحركات، تعدد المصادر لتدخيل المعلومه للعقل هو اللي بيعلي التركيز جدا. وبرده فكره الاسئله، هقول لكم على حاجه. لو انت مثلا في امتحان فيزيكس مثلا، تمام، 50 سؤال، ايه اكتر سؤال هتبقي فاكراه؟ هو السؤال اللي انت غلطتي فيه، علم معاكي، صح ولا لا؟ هو ده اللي انا اقصده. فالغلطاتك في الاسئله هي اللي بتعلمك. عشان كده دايما اقول لك اسالي نفسك طول اليوم، عيشي بالاسئله. يعني لو عشتي طول اليوم بالاسئله انت خدتي كنز رهيب. بعد كده، وده مهم جدا جدا جدا، فكره الالوان. فكره كنت دايما اقول لهم خلوا برفيوم معين لكل ماده، لو وصلت خالص خلي برفيوم معين في كل المواد، ده مخصص للمذاكره، وانت رايحه الامتحان حطيه، اتفرجي على اللي هيحصل. الاوميجا 3 مهم جدا 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 في تعليه التركيز والذاكره. الاوميجا 3 بناخده من السمك، وبناخده ممكن تاخدوه لوحده، حلو جدا على فكره. تاخدوا لي سكر قد كده وافضل اشرب في كنز وبعديه كنز وبعديه كنز، تيجي تقول انا عايز ازود تركيزي، يا سلام، والله لو عملت 100 مليون جلسه استرخاء وعملت ايه مش هيفيدك. مكانكم يدل على نفسيتكم. انا تركيزي يزيد ازاي وانا قاعد في مكان كل هدومي في الارض واوضتي مبهدله وحاجتي مبهدله؟ مهم جدا الخطوه دي عشان تزود تركيزك. المذاكره بالعين تضييع للوقت. ورقه وقلم، ورقه والقلم، ورقه والقلم، واكتب اكتب اكتب، وخلي عندك نوت معينه تكتب فيها الحاجات اللي انت دايما بتتلخبط فيها. بس الكتابه هي كنز كبير جدا للتركيز والذاكره.